السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لعيلتي الجميلة، اخواتي المحترمين الغاليين. اسعد الله مساءكم. بنحضر العشاء طبعا. يعني بحب اشارككم معايا كل حاجة. هحمر مكرونة وهنقول لكم ايه هنعمل ايه جنب المكرونة. كنا مخططين خطة والخطة اتغيرت لخطة اخرى، فهنشوف يا مسهل الحال. هنشوف نعمل ايه ان شاء الله. يا مسهل نكمل مع بعض. حمرنا المكرونة كلها تاخد لون واحد. ثواني يا رك. بشرت 4 وحدات قوطة وحطيتهم، وحطيت مكعب مرقة دجاج. نزود المية ونظبط الملح. هنشوف بقى نكمل مع بعض. شوف ايه هنكمل ايه تاني. طبعا انا بقلب في التلاجة لان صراحة جالي ضيوف فجأة كده واحنا قاعدين هيتعشوا معانا، فكان عندي بانيه كمية كده، يعني تقريبا 1.5 كيلو. طلعت منه جزء للبانيه، وده كنت مقطعاه هعمله شاورما. انا متبلاها اصلا عشان اعملها شاورما، فقلت اعمل ايه وهحير نفسي ليه. خليني اعمل حاجة كده سريعة وان شاء الله تطلع جميلة وزي الفل باذن الله، تطلع طعمها حلو تعجبنا وتعجب ضيوفنا. انا هنا ايه حطيت معلقة سمنة ونزلت بالشاورما ايه اللي احنا مقطعينها. تمام. ونزل تحت المية. طب انا هقول لكم، انا كنت متبله اصلا الفراخ ديت اللي هي قطع يعني. كنت متبلاها عشان كنت هعمل اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كنت هعمل شاورما بتاع ده اسمه ايه، كريب. شاورما دي كنت هعمل كريب، فهم بيحبوها ولادي بالطريقه دي. تمام. انا متبله الفراخ ديت، ضربها في الخلاط 1 طماطم مع 1 فلفل بارد، نص حامي، فلفل اسمر وكمون وكزبره وبابريكا، ونص كوبايه لبن. ضربت كله في الخلاط، كركم وملح وبصل، 1 بصل وفصين 3 توم، كله مع بعضه في الخلاط. يعني هقول لكم اللي انا عملته ايه من الاول، معلش عشان انا بس ايه يعني مقريفه شويه وكده، في حد كده مقريفني. المهم فلفل اسمر، كمون، بابريكا، كزبره ناشفه، كركم. المكرونه هي تستوي. فلفل اخضر حامي وبارد، طماطم، نص كوب لبن او زبادي لو حابين، يعني انا كان عندي لبن حليب يعني. ملح، بابريكا، فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، كل ده مع بعضه في الخلاط. توم، توم اخضر، 1 بصل، كله مع بعضه في الخلاط. فرمته وتبلت بيه، والملح طبعا. طبعا عايزاها سبايسي هتحطي شطه او فلفل حار، مش عايزاها سبايسي وسط زي ما انت عايزه يعني. بس وتبلتها من امبارح، وهنشوف بقى هنعملها ازاي. والله انا كنت محتاره صراحه اعمل ايه، اكل ايه كده. طبعا عليا فجاه وما كنتش قادره اروح السوق. انا بجيب الحاجه بتاعتي كده كل فتره،
وقبل ما بتخلص بيوم او باتنين بنزل اجيب حاجة الاسبوع. فطبعا ده كان اخر حاجة عندي البانيه، القطع والبانيه المتبل. فالولاد قالوا لي اعملي يا ماما مكرونة وبانيه، مكرونة بصلصة وبانيه. لقيت نفسي وانا في المطبخ بحمر المكرونة، فقلت خلاص يبقى ايه، مش نصيب ان احنا نعمل مكرونة بصلصة تتعمل متحمرة، مش مشكلة كده وكده. اهم حاجة يكون في حاجة نقدر نتصرف ونعمل حاجة تتاكل يعني. و اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن انا بحب المطبخ وكل حاجة بس احيانا كده بمل من المطبخ صراحة، وببقى ده لما بيكون في يعني في حاجة مضايقاني او في حاجة مشتتة تفكيري، يعني مكنش مركزة، فما بكونش صراحة قادرة حابة ان انا ادخل المطبخ ولا اعمل اي حاجة يعني. بس احنا هنا طبعا ما حطيناش بصل ولا حاجة، هنحط بس فلفل اخضر بارد، وهنحط طماطم عشان حابة ان يكون فيها صوص عشان المكرونة. بس يعني ايه، شايفين الفراخ الشاورما، عايزه اقول لكم قسما بالله طعمها جميل جدا 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 جدا، طعمها حلو جدا. يعني انا ما دقتهاش صراحه، بس جمانها بتقول لي طعمها ايوه حلو طعمها جدا والله جميل جدا 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 يا ماما. كان كويس. يا ماما، هنعمل كمان طبق سلطه. قطعنا بصلايه، بس انا بحب البصل ايه كبير، عشان يعني لو محدش حابب ياكله مع السلطه، حطيت له ملح وليمون وكمون مع البصل. تمام، قول تمام. وجزر بطاطس، مش بقول لكم جزر وطماطم وخيار وجرجير. استنى نجيب معلقه نضيفه ونشوف ايه نقلبها مع بعض. ما لقيتش عندي خضره، لقيت حبه جرجير. المهم ان احنا نتصرف، ما نقعدش نحتاس ونسيب ولادنا جعانين، لازم نتصرف ندخل المطبخ. الست الشاطره اللهلوبه اللي زي كده تعرفين انتوا ان انا لهلوبه، لازم ادخل المطبخ اطلع حاجه. قسما بالله دي حقيقه فعلا، انا طول عمري كده بدخل المطبخ ممكن ما يكونش في حاجه تتعمل، لكن بفضل ربنا، مش شطاره مني، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بدخل من المطبخ، بخرج من المطبخ وصينية الأكل في إيدي عليها خير ربنا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. الحمد لله. هنشوف المكرونة استوت اهي، هنغرف طبعا دلوقتي اتفضلوا معانا. عايزة أقول كلمة بس في نهاية الفيديو كده، احنا في آخر الفيديو. أقول كلمة. في ناس جت عليا وظلمتني وزعلتني ووجعتني، احب اقول لكم انا مش مسامحاكم، وكنت بصلي وبدعي عليكم ان ربنا ياخد لي حقي، وسجدت لربنا كتير وصليت الفجر حاضر، وانا الحمد لله بصلي الفجر حاضر وملتزمه جدا جدا في الصلاه. اللهم لك الحمد والشكر. ويا ريت اللي ما بيصليش يصلي يا جماعه، والله العظيم الصلاه حاجه جميله جدا جدا جدا. انا مش هقول لكم ان انا شمتانه فيكم في اللي بيحصل، لا انا هقول لكم ربنا بيدي كل واحد حقه، واكيد في ناس زي ما انا اتظلمت، في ناس كتير اتظلمت، ربنا بيرد الحقوق لاصحابها. وانا مش مسامحاكم، ما زلتوا بتدعوا عليا، وما زلتوا بتغلطوا في حقي، وما زلتوا بتذكروني معرفش ليه اصلا يعني. فربنا يديكم على قد نيتكم. انا مش مسامحه في حقي، وطلبت حقي من ربنا ورفعت شكوتي لربنا، بس حبيت اعرفكم ان انا رافعه شكوتي لربنا عز وجل، وفوضت امري الى الله في كل حد من يجيب سيرتي
بسوء ويحاول ان هو يشوه سمعتي وصورتي، انا مفوضة امري وموكلة امري لله عز وجل. استودعكم الله. اخواتي وعيلتي وكل الناس اللي انا بحبها وبحترمها، انا بشكركم من كل قلبي. ربنا يا رب يخليكم ليا ويحفظكم وما يحرمني منكم ابدا، ويكفيني كلمتكم الطيبة، ويكفيني دعمكم المعنوي، ويكفيني حاجات كتير جدا جدا. اخوات انا استفدت من اليوتيوب، اخوات اتشرف بيهم وافتخر بيهم. ربنا يا رب يبارك في عمركم ويحفظكم جميعا وييسر لكم كل امر عسير. وانا ممنونة ليكم، بشكركم طبعا من كل قلبي. ربنا يا رب ييسر لكم كل امر عسير ويحسن ما بين ايديكم ويصلح لكم حالكم يا رب ويروق بالكم جميعا جميعا. كل من شافني صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي احباتي احبابي في الله، ربي يحفظكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا احنا بناكل على الصينية، ماشي. يعني مش كانت عندي السفرة والله وبعدها قسما بالله. انا بحب، ما عمرنا يعني عمرنا ما قعدنا كلنا عليها، جبناها وبعتها. خلاص احنا كده خلاص خلصنا. شفتوا الفراخ اللي هي كنت مقطعاها عاملها شاورما. والله انا عملتها بنفس الطريقه كده وطلعت الله اكبر جميله جدا. الحمد لله. وده كان عشانا النهارده. اتفضلوا معانا. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله.